ليه ما بنحبش المعلقين المصريين يعلقوا على ماتشات الاهلي؟ او بمعنى ادق، لا، هو المعلقين المصريين مش معلق واحد بس، هو ما فاضلش منهم الا واحد. ما بنحبش ليه المعلقين المصريين يعلقوا على ماتشات الاهلي في دوري ابطال افريقيا؟ والكاذب وخالد المعذور وخبيث المعلقين او غراب التعليق وخوك حزمه الجرجير ميسو جرجيري. ركز معايا سريعا مش هطول عليك. هيذيع ان شاء الله ماتش الاهلي والترجي النهائي الاياب يوم السبت. الكابتن عصام الشوالي راجل محترم الخلوق، وتعرف بقى الفرق بين الاعلام العرب العام والاعلام او مدلسين ما يقال ما اشبه الاعلاميين اللي عندنا، والمدلسين وما يلقبوا بالصحافه او صحفيين. لا ليهم علاقه بالصحافه ولا ليهم علاقه بالاعلام، هم شويه مدلسين، ناس بتطلع تاكل عيش وسبوبه دايره. هيعلق ان شاء الله الكابتن عصام الشوالي واسمه ايه دوت وعلي محمد علي على ماتش الاياب. ماتش الذهاب اللي اتفرجنا عليه في التلفزيون كلنا كان في تونس. انا من الناس او من 99% من الناس اللي ما اتفرجتش على علي محمد علي. كلنا سمعنا كابتن عصام الشوالي، خصوصا ان لهجته التونسيه سهله جدا ومفهومه، والراجل بيعرف يوصل المعلومه. تيجي تسمع معلق زي الكابتن عصام الشوالي في بدايه المباراه قال جملتين ما تنساهمش وما يطلعوش من دماغك. كلامك ان الاهلي 11 بطوله افريقيه، قاعد يقول تاريخ الاهلي. راجل معلق مش محايد، يعني لو مسك الطبله وقعد يطبل للترجي طول ال 90 دقيقه ما هو منطقي. وبعدين انا جايب لك 2 مذيعين فاسمع واحد وما ما تقرفناش من الاخر يعني. لكن الراجل اداك حقك بمنتهى المهنيه وبمنتهى الاحتراف. ما جاملنيش الراجل. يعني كابتن عصام الشوالي ما جاملش النادي الاهلي، هو حكى تاريخ. قال لك 11 دوري ابطال افريقيا نهائي ال 17 وعشان تكسب الاهلي محتاج شويه حظ. انت بتلعب قدام السيد الماما افريكا. انت متخيل عصام الشوالي بيقول ايه؟ في سبيل الناحيه الثانيه كنت بتشوف واحد زي غراب التعليق الخبيث الغير طيب يطلع يلقح بعد الماتش ويقول لك لعيبه بقايا الزمالك. مش قادر افهم ازاي بقايا الزمالك. شوف يا معلم الخبيث، بقايا الزمالك دي تقولها لما يكون الزمالك سايب لعيب زي ما انا بسيب لعيبه. يعني مع احترامي مثلا احمد حمدي الجمهورين بيحبوه، خلاص الزمالك بما انه في الزمالك حاليا. لكن احمد حمدي مثلا لو احنا عايزين نقل ادبنا نقول لك هو من بقايا الاهلي، لكن ما نقدرش لانه لعيب محترم والناس كلها زعلانه على اصابته رغم ان الاهلي اللي ممشيه، لكن في حاله. لكن انت واخد مثلا ناصر عبد الله، دول بقايا الاهلي. دي اللعيبه اللي خرجت من بعد ما خرجت زيرو. عبد الله من ساعه ما خرج بقاله سنين مش عارف ياخد بطوله، دخل عشان كده صورتوه بكاس الكونفدراليه واديته له ميداليه كده رغم انها مش بتاعته. ونسيتوا واحد زي عبد الشافي، ما شفناش صوره لعبد الشافي لحد النهارده، عشان تعرفوا ان الغل والسواد مالي قلوبكم من ناحيه الاهلي. الموضوع ملوش علاقه بينا، احنا في حالنا، بس انتوا السواد هنا. تخيل مع عبد الشافي لحد اللحظه دي انا ما شفتلوش صوره او ما شفتلوش تكريم او اسطوره. بيقسطروا عبد الله اللي بيفضوه من 2011 مرمطهم وراه. عبد الله سايب مرمطهم وراه وكل مره يقول لهم لا الاهلي ادوا له 40 مليون ومضى. وجي تركي الشيخ قال له خد يا ابني امسك $1,000,000 واشرب شاي وادفع شاي وعبي لي التانك يا معلم تركي وحط لي فلوس في البنك. قال له عبي لك التانك. قام تركي معبي له والواد قام قايل ايه؟ خلاص فوقت اصل فكرت في عيالي. كل مره يجي يفوضوه ودلوقتي عملوه اسطوره. تيجي الناحيه الثانيه في التحليل تبص على الكابتن المحترم الخلوق طارق دياب، راجل تونسي معروف من اساطير الكره التونسيه. يتكلم عن النادي الاهلي يقول لك انا بالنسبه لي تحب ولا تكره النادي الاهلي هو ريال مدريد هذه القاره. مش مره ولا اتنين، ده 3 و4 و5. دايما يقول البقين دول. وبرده مع احترامي احنا راجل بنحبه وبنحترمه. كابتن طارق دياب ما جاملناش في حاجه، هو بيكلمك في الارقام بس راجل محترم فخلى الناس تحترمه، اجبرك تحترمه. حتى في موقفه مع ابو تريكه قبل كده المصريين وقفوا في صفه. انت متخيل؟ لكن ما علينا من ذكر الموقف عشان ما نخرجش من اللي احنا فيه. تيجي بقى على خالد المعذور. وليه بقول لك خالد المعذور؟ لانه معذور من اللي شافه، وهو لاعب وهو اعلامي وهو مشجع. اللي عمله فيه الاهلي مش كفايه، مش كفايه. فتلاقيه منزل بوست زي كده اثناء ماتش فرقه من بلده بتلعب، اللي بيتكلموا عن الوطنيه وبيقول لك انتوا المفروض كل جمهور يساند التاني ويشجع التاني واحنا بنلعب قاريا وبتاع. يا راجل اجري، يا راجل اجري، عيب. نزل بوست زي دوت هو لوحده ويسكت؟ لا. تيجي معاه حزمه الجرجير راجل كده انت فاهم ايه؟ اي كلام. راجل كان بيصنف انه مسؤول اعلامي كبير في نادي الزمالك نادي مصري، وطلع يمسك علم الوداد في 2022. مدرك القذاره واصله فين والمدلسين عندنا فين؟ يعني هتلاقي في تونس دغري الجمهور الافريقي وجمهور النجم الساحلي والجمهور الصفاقس مش عايز الترجي يكسب، هي الكوره كده. لكن ما يجرؤش اعلامي ينتمي مثلا النادي الافريقي او اعلامي ينتمي لنادي تاني الاتوال او اللي هو النجم الساحلي او الصفاقس ويقوم طالع ماسك علم النادي الاهلي. دي وصمه عار. حتى لو حد في تونس عمل كده وانا ما اعرفش فدي وصمه عار والتوانسه مش هيحلوه. لكن احنا عارفين كل فريق بيشجع فرقته بس. المشكله ان المدلسين اللي رفعوا البوستات ديت وبيتكلموا عن كوره بامانه ربنا كره عبد المنعم انذار، انا مش هدلس زيهم. طيب ما في الواحده بتاعت الواد الافريقي اللي اشتروه من الرجاء ده برضه نسيت اسمه، اللي اداها في وش اكرم. والكره بتاعت كريم فؤاد ما هي مش انذار. والكره بتاعت امام عاشور دي طرد.
يعني اسمه مصطفى غربال اخطا هنا واخطا هنا وعرف يطلع بالمباراه بشكل كويس. وبعدين ما تخليكم في اللي انتوا فيه. في الكونفدراليه بقول لك فضحكم الخضري، هم بص ربنا بيسلط ابدان على ابدان. طلع يفضحهم وقال لك ان كان مسؤول اعلامي زملكاوي كبير في المنصب حاليا داخل نادي الزمالك كان قاعد جنب المخرج بتاع ماتش نهضه بركان ويقول له ما تعيدش اللقطات دي وعيد دي، ما تعيدش اللقطات دي، ده مش كلامي ده كلامكم انتوا، قلبتوا على بعض فطلعتوا تفضحوا بعض. فانت خليك في اللي انت فيه ومالكش دعوه بيا. وما تستغربش احنا ليه ما بنحبش نسمع اللي زي غراب التعليق او اللي زي علي محمد علي اللي بيطلع يمسك طبله ورق لفرقه واحده والناحيه الثانيه بيدلس مش عايزه يطبل لي. احنا كاهلاويه مش عايزين مذيع يطبل لنا خالص، عايز تطلع تعلق على الماتش بحياديه ودي كل فريق حقه، تطلع تهبد وتفتي وتحاول تقل من فرقه من بلدك بتلعب قاريا فاكيد مش هنطيقك. فاحنا كناس وانا واحد من الناس اللي عندي اشتراك بي سبورت ما احبش ان اسمعه وهنفضل طول ما هو او اي حد غيره هيطلع يفكر يقلب شغل المصطبه اللي انتوا بتعملوه عشان ده شغل مصطبه مش شغل مهنيه تماما. انتوا او غراب التعليق هننطروا بره زي ما نطرنا غراب التعليق بره بين سبورت بعد ربنا السبب في خروجه من بين سبورت وجمهور النادي الاهلي. وده من حقوقنا احنا ناس بتدفع فلوس فنسمع ناس عندها مهنيه ما عندهاش مصطبه. لحد كده عزيزي الاهلاوي مش عاوز اطول عليك واسمع اللي انت شايفه صح واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.